ازيكم يا بنات حلوين عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده ابداع ابداع ابداع، شغل ما شاء الله عليه. الشغل ده بتاع اختي، شغل من تحت ايديها، بجد مبدعه فنانه. هي عجبها الموضوع واتعلمته، بس مش اتعلمته بس بقى، اتعلمته ما شاء الله الله اكبر، ابدعت فيه ابدعت فيه. هو الموضوع ده عايز ان انت تكوني حباه وهي حبته، واشتغلت بقى وأبدعت. وبصراحة أنا مستخسرة الحاجة ديّة إن هي ما تتشافش وتتعلم. أنا باتحايل عليها، شُفتوا الجمال، شُفتوا الأباجورة دي تحفة، تحفة، تحفة. باتحايل عليها إن هي تعمل قناة وتعمل الشغل ده عليها وتعلّم الناس، لإن فعلًا والله العظيم الشغل طالع من تحت إيديها ما شاء الله، الله أكبر. عايزاكم تشجعوها وتقولوا لها في اللايكات إيه رأيكم، إيه الحاجة اللي عجبتكم، الأباجورة والّا الترابيزة والّا الصينية والّا البرواز. هي عملت أفكار كمان جديدة، يعني عملت أفكار من دماغها هي، والّا علبة المناديل. بصراحة شغل ما شاء الله، الله أكبر. هي اتعلمت حاجات بسيطة خالص، بس بعد كده ابتدت تفنن وابتدت تعمل حاجات من اختراعاتها هي، وتدخّل ألوان في بعضها وتدخّل نور وتعمل حاجات كده وتَكّات وحركات. بجد مبدعة، بجد أنا شُفت الحاجات اتهبلت. أنا عن نفسي على فكرة حاولت أتعلمها قبل كده، بس بصراحة ما عرفتش. لكن هي بصراحة ما شاء الله، الله أكبر، بقت ممتازة في المواضيع دي، وعاملة بقى إشي أباجورات وإشي صواني، صواني تتقدّمي فيها، وعاملة برواز لعريس وعروسة، وعاملة أباجورات، وعاملة فازات. بجد والله العظيم الشغل حكاية ورواية، وبقى بينطلب منها، وبقى مشروع حلو، ربنا يبارك لها ويسهّل لها. أنا نِفْسي إن هي إن شاء الله ربنا يكرمها ويبقى عندها بقى معرض كده تورّينا فيه إبداعاتها، ومصنع يبقى عندها بدل المصنع 2، وتبدع وتعلّم بنات وتشتغل، لإنها بجد شغلها حلو وتستاهل إن هي حد يساعدها وحد يقف جنبها ويورّينا وساعتها إن الحاجة دي تنتشر، والحاجة دي لإن فعلًا شغل يدوي، وأنتم عارفين الشغل اليدوي ده صعب خالص والله، مبهدل إيديها، بس هي من حُبّها فيه مستحملة. بُصّوا الأباجورة دي بجد تحفة، أنا شُفتها على الطبيعة حكاية. الشمعدان ده بجد والله العظيم حاجات كده، حاجة كده جميل. وطبق الفاكهة، بجد شغل ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء